صار لي ساعة جاهزة وما عم بعرف كيف بدي ابدي الفيديو. هاي للكل، كيفكن؟ صار لي زمان ما قلت هي الكلمة، او بالاحرى صار لي زمان ما حكيت هيك على الكاميرا، يعني شي 5 سنين. اوكي، اول مرة بحكي هلا على الكاميرا لحالي. هلا هو انا كنت صح كل يوم على التيك توك بصور وكذا، بس يعني انه اليوتيوب بضل غير. انتوا جايين من العنوان، اكيد نحن رح نحكي على عنوان الفيديو، بس قبل ما نحكي على عنوان الفيديو خلونا استقتولي، انا كمان والله استقتلكم. انتوا كتبتوا لي اسئله من فتره، فجيت بدي اعملها سكرين شوت مشان اجاوب عليها على اليوتيوب، بس ما كان عندي ذاكره فكتبتهم على الدفتر. شو هاي؟ عندك فونديشن تقيل وبدك تخففيه بطريقه صحيحه، نجيب الفونديشن ونجم. اوكي، جد ما كان عندي ذاكره اني اعمل لهم سكرين شوت فكتبتهم هون. اوكي، اعتقد فوزية بركات سألتني هيمي شو تغير فيكي بهال4 سنين؟ هلا شوفي اللي تغير فيي انه يعني والله الواحد ما كان عنده هموم. يعني انا لما كنت على السوشيال ميديا، قصدي حصرا على اليوتيوب، هيك يعني ما كان عندي هموم، هيك كنت مبسوطة، بس همي شو صور شو نزل شو منتج. هلا يعني بهال4 سنين كبرت، صار عمري 20 وانا عمري 21، بس بحب اقول انه عمري 20. تغير فيني ساوت اسناني، شوفوا حلوين، الله وكيلكم، حتى اللي بكرهن صايرة عم ببتسم بوشهم هالفترة. بس اللي تغير يعني اني كبرت، احلويت، صرت عاقلة، صرت وازنة، بس يعني اكيد ما طولت. السؤال الثاني من فوزية بركات: هل يوجد حب في قلب فيصل؟ شوفوا يعني للأمانة هو يعني الحب حلو وكذا، وأنا راح يشوفوا الفيديو. طبعا لا، ما في حب بحياتي أبدا. السؤال بيقول من فوزية بركات إنه أنت كيف انشهرتي على اليوتيوب؟ صراحة شوفي، شهرتي على اليوتيوب كانت شوي فريدة من نوعها. بتعرفوا المشاهير لما بيطلعوا بيحكوا لكم سبب شهرتهم، دايما بيكون سبب شهرتهم شوي هيك حزين، او انه كانوا يشتغلوا بمعمل او كانوا يبيعوا محارم على البسطة لا يعني انا شوفوا قصتي شوي هيك. رح احكي لكم كيف انشهرت على اليوتيوب. انا يلي انشهرت على اليوتيوب لانه خلينا نقول انه مثل دفشة من مشهور لا بعرفه ولا بيعرفني، لا بعرفه بس ما بيعرفني، او يمكن بيعرفني، صح بيعرفني، ايه بيعرفني، اوكي بعرفه بيعرفني، بس انه ما في تواصل بيناتنا. انا بلشت اليوتيوب بسنة 2018، تمام. كنت نزل فيديو كل اسبوعين، كل اسبوع، كل شهر، يعني ما كنت اخذ اليوتيوب بشكل جدي، كنت اخذته بس انه طفلة صغيرة عم بتقلد نور ستارز ونارين بيوتي وهدول المشاهير، انه هاي جايز، ويكون عندي جايزات وفانزات ومن هذا الحكي، واني اطلع احكي قدام الكاميرا، فكنت اخذ هالشي يعني من هالمبدأ، تمام. كانوا فيديوهات يجيبوا 100 مشاهدة، 60 مشاهدة، 200 مشاهدة، لا ما كانوا يوصلوا 200، ما كانوا يوصلوا. انشر يعني على هالأساس. فبيوم من الأيام لما الشهرة دقت بابي وقالت لي تعالي يا أغلى حبابي، بيوم من الأيام نزلت بوست على اليوتيوب قلت لكم إنه شو أغبى الشغلات اللي كنتم مفكرينها على دين الإسلام وأنتم صغار، يعني تبع املأ قلبي باليقطين، صبرني على هذا الدين، بطلع على السطوح بدعي مشان ربي يشوفني، يعني هاي الشغلات، يعني هاي الأفكار المتخلفة يلي كلياتنا كنا نفكرها نحن وصغار يعني. فأنا كنت أقول إنه ذهب الأجر وابتلت العروق. سألتكم هالسؤال انه اكتبوا لي شو اغبى شيء كنتوا تحكوه او كنتوا مفكرينه وانتوا صغار. اجاني كثير تعليقات حلوه ومهضومه مثلي. عملت فيديو انا ونور وقرأنا التعليقات وصرنا نضحك، ويعني عملنا فيديو كامل على اليوتيوب على هي التعليقات. خلصنا التصوير، انا كنت مبسوطه كثير بالتصوير وانا عم منتج ومتحمسه انه واو هذا الفيديو رح يطلع احلى فيديو باليوتيوب. وانا عم منتج انصدمت، شفت شيء كثير زعجني كثير قهرني. هداك الوقت وسام تيكت كان ببداية شهرته، مو ببداية شهرته يعني ما أنا مشهور، لا كان ببداية طلعته، يعني انه مثل كان ترند هديك الايام، او الناس كانت مطبولة في انه واو
وسام تيكت. فبهديك الايام انا وعم منتج الفيديو تمام وخلصت مونتاجه، والا بكتشف انه انا طالعه بشبه وسام تيكت، مو بالشكل اكيد، بالشخصيه، بالردات الفعل، بتعابير الوش، بالحكي، بنبره الصوت، ابدا كتير طالعه بشبهه بهدول الشغلات تمام. وانا كانت هي شخصيتي الحقيقيه، يعني مو تقليد فيه او متاثره فيه على قد ما بتابعه، لا لا لا، انا هي كانت شخصيتي. بما اني انا ما كنت مشهوره وهو كان مشهور، فزعلت، انقهرت، بكيت انه الفيديو راح على الفاضي، ما راح انشره. خفت من الكومنتات السلبيه انه لا انا ما راح انشر هذا الفيديو، اذا نشرته راح يقولوا لي عم تأدي وسام تيكت، عم تعملي مثل اسلوب وسام تيكت. ما كنت حابة انه تجيني هاي الكومنتات، فقلت لحالي خلص هذا الفيديو ما رح انشره. وزعلت كتير لانه الفيديو كان حرفيا كان بجنن بهديك الايام، هلا بيض. فصرت ابكي، قلت لحالي خلص يا عادي، بتصوري فيديو تاني، بترجعي بتصوريه مرة تانية انت واختك. ولا انا هون خطر ببالي فكرة، انا هاي شخصيتي الحقيقية، ليش لا اصور فيديو تاني واتصنع قدام الشاشة او قدام الكاميرا كرمال لانه في مشهور انا بشبه شخصيته وهو بيشبه شخصيتي. ليه؟ عادي، هي شخصيتي، اللي عجبه عجبه، اللي ما عجبه ان شاء الله عمله ما يعجبه. لحالي انا ماني مضطرة اني اتصنع او اني اصور فيديو تاني. فقلت طيب بس شو بدي اعمل لحتى ما اخلي الناس يعلقوا لي تعليقات سلبية ويقولوا لي يا بنت انت عم تقلدي وسام تيكت. انا هون جاني مثل ما بقولوا له الذكاء، وسجلت عنوان الفيديو قلدت وسام تيكت. يعني انا فعلا ما كنت عم قلده، بس انه هيك حطيت العنوان مشان اقدر انزل الفيديو بكل عين قوية وما حدا يقول لي عم تقلدي وسام تيكت، لانه عنوان الفيديو انه مثل تحدي بيني وبين نفسي انه قلدت وسام تيكت. شو رايكم بالتقليد؟ ظابط ولا عرفتوا؟ الفيديو لحد الان موجود، انه موجود بالقناة، فيكم تروحوا تشوفوه. بالنسبة لأنه شخصيتي كانت مثل شخصيته، شخصيتي كانت مثل شخصيته لدرجة إنه أول ما بلش يصور على اليوتيوب أول وحدة عرفته أختي نور. فاجت لعندي قالت لي في واحد اسمه حسام تيكت بيشبهك. قلت لها بالشكل؟ قالت لي لا بس بيشبهك بالشخصية، بالتصرفات، بالحكي، بالنظرات، بردات الفعل، انه في شخص اسمه حسام تيكت على اليوتيوب بيشبهك. فانا هون يعني جاني حماس، رحت دخلت على اليوتيوب كتبت حسام تيكت، فبيطلع لي واحد اسمه وسام تيكت. فمدري انا اللي كنت حمارة وما عم بسمع، او اختي اللي كانت حمارة وما عم تعرف تقرأ، ما بعرف. بس المهم انه كان في وحدة من بيناتنا حمار، لانه هو اسمه طلع وسام مو حسام. فشفت فيديوهاته وفعلا انصدمت انه يا الله عن جد هالانسان قديش بيشبه تصرفاتي، انه في شبه بيني وبينه بالشخصية بالهي، عرفتوا؟ فالمهم لما نزلت انا هذا الفيديو بنعمل فيه بلاقيه 4000 مشاهدة، بينما انا كنت جيب 100 مشاهدة تمام، يعني 100 مشاهدة جبت 4000 مشاهدة. فرحت كتير، بس انه خلص انا من النوع اللي بحب نزل الفيديو مرة واحدة، ما بحب اعمل عليه السلاسل. فنزل هذا الفيديو جاب 4000 مشاهدة، اوكي نايس، الموضوع جميل جدا، ما جاني تعليقات سلبية، برضو نايس. كملت نزلت فيديو تاني بعده، كملت حياتي طبيعي باليوتيوب، انه فيديوهات عني، عن نفسي، عن شخصيتي انا، روتيني اليومي او مقلب او سكتشات تمثيل او اي شيء. المهم انه كملت باليوتيوب طبيعي. وهون الموضوع الحلو انه ضلت المشاهدات مثل ما هي 4000 مو 100. فلما نزلت فيديو تاني بعد قلدت وسام تيكت رجع جاب لي 4000 مشاهدة، كمان طار علي انه واو. الفيديو اللي بعده 4000، الفيديو اللي بعده 3000، بعدين صار 4 5 10 20 30 100 200 نص مليون مليون مليونين تمام. صرت جيب هاي المشاهدات وما عاد ذكرت اي مشهور بفيديوهاتي، قسما بالله المشاهدات خلص عم تجيني الي انا. فكنت كتير مبسوطة، فاعتبرت انه انا عرفت بسبب هذا الفيديو، مثل انه اخذت دفشة تمام، حتى الناس تعرفني حبتني يعني انا من هالفيديو الناس حبتني وضلت مستمرة معي. لو بدك تطلبي طلب من متابعينك شو هو؟ يحطوا لايك. وصلوا لي الفيديو لل 100 مشاهدة. هلا انا قطعت 5 سنين، فهلا انا رجعت لل 100. رجعت ذكرت بركي برجع بطلع. عم بمزح
يعني بمزح شوي مو كتير يعني. ميمي شو رأيك بخطوبة جواني؟ شو رأيك بخطوبة جواني؟ هلا أول شي مبروك، مبروك على الخطوبة. إذا فعلا أنت خاطب فمبروك يعني، والله يتمم لك على خير. بس ما بظن إنه هو بصراحة خاطب. حاسة الموضوع هو فقط كسرة عين للمتابعين إنه أنا تخطيتها لبيسان وخطبت. شوفوا إحساسي أو حاستي السادسة عم تقلي إنه لا هو ما خاطب. حساب خطيبته كلياته فيك، بيكون هو من حسابه الثاني. هيك أنا حاسة، ما بعرف يعني. ممكن هاي تكون لا وعادي، وهي حركة ذكية منه إذا هو فعلا يعني ما خاطب. ممكن حركة ذكية مشان يثبت للمتابعين إنه خلص أنا نسيتها حج، مع إنه هو ما نسيها. شوفوا للأمانة يعني كنت مفكرة إنه فعلا جواني نسي بيسان، بس الحقيقة إنه هالإنسان ما عم يقدر ينسى هالإنسان. أكبر دليل أغنيته الأخيرة تمام تبع اللي حبيت الأصغر منك أنا ترين عمرك لا تنسى أنا لوناي أنت أنا لجنك لعمل بنا ليش خنت. هلا عم يعاتبها انه بعد 7 سنين لهلا عم يقول انه انت ليش خنتيني. هلا هي خانته. في كلمه جد انا بالاغنيه تبع جواني هيك لفتت نظري تمام، ما بينسكت عليها، انه لا تنسى انه لولاي بعمرك انت ما كنت. يعني انه لولا جواني بيسان ما شهرت. لا هذا الحكي مو صح. بيسان لما كانت مع جواني كانت انسانه مكروهه. كانوا الناس لما بيجيبوا سيرة بيسان اسماعيل مع جواني كانوا دائما يقولوا أزنخ اثنين، أو الاثنين اللي مستحيل ينهضموا بالسوشيال ميديا أو كذا أو كذا. بيسان معك ما كانت محبوبة، بس لما بيسان تركتك صارت إنسانة ناجحة، صارت فنانة، صارت نجمة. تقلي لولاك ما صارت نجمة، أنت ما ساعدتها بهذا الموضوع أبدا. هي بتعبها بعرق جبينها وصلت لهون. انت اللي شو عملت؟ انت يلي شو عملت؟ انتوا الاثنين شهرتوا سوا، على فكرة انتوا الاثنين شهرتوا سوا تمام، وبعدين لما انفصلتوا كل واحد راح انجز. انت شو انجزت؟ هي شو انجزت؟ انا شو انجزت؟ ما انجزت. اوكي معي. هلا انا بدي اسألكم سؤال، هل هو لحد الان بحبها لبيسان وعن جد ما عم يقدر يتخطاها، ولا شافها ناجحة فبده يذكر الناس انه هي الناجحة انا ربيت على ايدي، لانه كل ما شال ايده عن ايده الثانيه هيك بيقول انه انا ربيتها. حسسنا انه هي كانت بلت رباية وهو رباها. المخلوقه انشهرت تمام، انشهرت بتعبها عن جد، انشهرت بتعبها. انا ليش عم دافع عن بيسان؟ مو دفاع، بس انه ليش هيك عم بحكي عليها للمخلوقه بطريقه جميله، لانه بيسان من فترة شي سنة، من فترة سنة تقريبا او سنة ونص، كانت قاعدة هي ومحمود جنب بعض. محمود كان عم يحكي ومندمج بالحكي، فطرش بزقة على الشاشة تبع بيسان تمام، هو عم يحكي وانفعل بالحديث، امطرت على شاشة بيسان. فاجت بيسان وهي عم تمسح الشاشة بالغلط، عملت لي لايك على فيديو من فيديوهاتي، عملت لي لايك. فمن لما عملت لي لايك بصراحه وانا خلاص معتبرتها رفيقتي ومثل اختي، وانا وياها واحد يعني، وما في فرق بيناتنا تمام، وهي البيست فريند حقتي حاليا تمام. اي حدا من المتابعين اذا بده شيء من بيسان اسماعيل يجي لعندي انا بوصل له. هذول هن كانوا الاسئله تمام. احكوا لي شو رايكم بالكلام اللي انا حكيته، احكوا لي اذا انا متغيره. بس هذا هو كان الفيديو لليوم تمام. انا حاليا عم حاول اني ارجع على الشاشة مثل قبل بعفويتي الكاملة بشخصيتي الحقيقية. ما بعرف ليش عاملة حالي اكابر قدامكم، يعني ما بعرف ليش قاعدة لافة رجل على رجل تمام، لما عم بحكي عم بعملكم هيك يعني. لا لازم ارجع هيمي كول اللي انتم بتعرفوها، العفوية اللي ما بيهمها كاميرا وخلص، انه فتحت الكاميرا وعاشت حياتها طبيعي تمام. بدي ارجع هيك بس طبيعي. اول كم فيديو لإلي على السوشيال على اليوتيوب من بعد فترة انقطاع تقريبا 5 سنين، شيء طبيعي تمام. او يمكن انا فعلا كبرت وعقلت، ما بعرف، بس حتى لو كبرت وعقلت ما عاجبني الوضع فرح ارجع اتولدن. وبس هو هذا كان الفيديو لليوم. بحبكم. حابين احكي بموضوع تاني تثير للجدل عشان تجيني مشاهدات، اكتبوا لي بالكومنت. اتمنى من كل قلبي انه ترجع قناتي مثل قبل واحسن، ارجع اجيب ال100,000 مشاهدة، وارجع اجيب ال500,000 والمليون والمليونين،
جد بتمنى من كل قلبي انه ارجع اوصل لهالمرحلة من اول وجديد، وان شاء الله يعني متفائلة خير. وبس، باي.